ممدوح باشا. زي الحال. ازيك حبيبي، ازي حالك؟ قريت صفحة 7 7 فين؟ في المصري اليوم؟ لا لسه ما جاتليش المصري يوم، اصل احنا في الصعيد فبيجي لنا متاخر. راح. طب اقراها لك. ائتلاف شباب الثورة يطالب بحكومة تكنوقراط. كاتبين بقى جوه ايه؟ ولفت البيان لانهم ليس لديهم موقف من كل العناصر التي عملت في اركان النظام السابق، ورحبوا بتولي سمير فرج وزارة الاعلام، وسمير رضوان وزارة المالية، وفايز ابو النجا وزارة التعاون الدولي في الحكومة الانتقالية. يا سلام، متشكرين يا حبيبي. صفحة 7 يا فندم. دلوقتي بقى فعلا ناويين يعملوا حكومة ولا ايه الحكاية العملية؟ ايوه يا سيدي، ايوه. طيب مين اللي هيشكلها برضه؟ شفيق احمد دي المشكلة. لا غالبا لا. لا طبعا اضغط جامد، اضغط جامد بهذا الموضوع، اضغط جامد. انا النهارده طالع في الحياة اليوم ولن اتحدث وانا بتكليف من الائتلاف، خد بالك انا خدامهم يعني. يعملوا اللي هم عاوزينهم. النهارده طالبين مني 3 حاجات محددة. اللي هو الحكومة المؤقتة، تكنوقراط، واعطاء فرصة كافية قبل ابداء الانتخابات حتى لا تجهض ولا تعطى ثمارها لفئة معينة. عاوزين وقت 10 مع تحديد واضح وصريح ان هذا التعديل هو دستور مؤقت. يعني عاوزين التعديلات يبقى واضح انها مؤقت. فلما مش هنعمل واحد جديد يبقى ده مؤقت، يسمى الدستور. لا يسمى الدستور المؤقت. يسمى كطلباتهم. شوف العيال دي ناضجه ازاي. عارف ده عنده كام سنه اللي ملاني الكلام ده دلوقتي؟ 28 سنه. اللي طلع البيان ده لكل الصحف اللي هو طالب فيه حضرتك وفايز ابو النجا ده عنده 28 سنه. جه مكتبي هنا وقعد مع الاي تي امبارح وطلع البيان ده. وبرضه قولوا البيان ده برضه مش عشان سمير فرج، عشان يبان انكم لستوا اعداء للنظام. ما انا هقول الكلام ده. دي تديكم هقولها النهارده. واحد زي سمير في الحكومه ده اللي فاتت انتوا بتأيدوا فايز ابو النجا. سمير فرج وفايز ابو النجا وسمير رضوان. لما كل اللي عمله من ساعه لما جه الناس مبسوطه منه. مبسوطه حقيقي. انت عارف انا كلمت فايز ابو النجا عليها دور كبير جدا. بتقول لي يا سمير لازم نستغل الفرصه دي، الناس هيدونا فلوس بالهبل بره في اوروبا، فدي اكتر واحده ولها مصداقيه وست. انا هقول الكلام ده النهارده ان فايز ابو النجا في خيطها خيوط التعاون الدولي. هي النهارده تقدر اولا تلغي جميع الديون بتاعت مصر. ده صح. على اساس الانظمه دي الى حد ما بتقول مبروك يا مصر، احنا الى حد ما غلطنا وقفنا مع انظمه ثانيه، احنا فهمناكم واحنا بنتنازل عن القروض. فايز ابو النجا قادره انها تعمل كده. صح. لما لها من مصداقيه واحترام. بالظبط. وبيني وبين بلدياتي برضه، خد بالك فايزه دي دمياطيه يعني واحد يعني برضه ما تفتكرش كده. انت عارف انها كانت قاعده جنبي في الفصل ولا لا؟ والله العظيم ما تعرفش طبعا. ما كلاس ميت كانت قاعده جنبي. مدرسه ايه؟ كانت في بورسعيد. كنا بورسعيد مش انا بورسعيد. والله الله هي ما هي دمياطيه بس يعني طبعا يعني ما بورسعيد ودمياط واحده. حاجه واحده. حاجه واحده. ما انت عارف يعني. لا سمير رضوان منين؟ ما اعرفش دي. لا دي ما اعرفوش. لا يطلع دمياط هو كمان تبقى مصيبه. يبقى دمياط. لا خلاص يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. شكرا. شكرا يا حبيبي. سلام.